بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بدأت بشاير الصيف، كل سنة وانتم طيبين. ومحصول البصل الجديد مليان ومغرق السوق. طبعا اللي حصل السنة اللي فاتت مش هننساه معانا اللي حصل معانا في البصل. وسعر البصل اللي وصل 50 جنيه و60 جنيه، وكلنا كنا بنشتكي من أسعاره. فكل طبعا واحدة فينا مرت بالظروف ديت طبعا هتحاول ان هي تتجنب ان يحصل معانا دوت السنة دي. فالاسعار دلوقتي حلوه، وهقول لكم على الاسعار البصل دلوقتي، عشان طبعا كل واحده فينا تبدا تخزن الكميه اللي هي اللي هي بتستهلكها طول السنه. فاول حاجه عايزين نعرفها ايه هي انواع البصل. البصل المصري 3 انواع. اولهم البصل الاحمر، والبصل الابيض اللي هو بيكون في محافظات الصعيد البصل الصعيدي، والبصل الاصفر اللي هو الفلاحي اللي بيكون في محافظه الشرقيه. عايزين نعرف طبعا الفرق بينهم. هو اللي في الصورة قدامنا دوت البصل الأبيض، ودوت بيكون موجود بكثرة في شهر واحد، في شهر يناير، اللي هو بيكون البصل اللي هو البصل الصعيدي دوت اللي هو الأبيض. عايزة بقى اقول لكم الفرق بين البصل الاحمر والبصل الابيض، يعني من غير ما تحتاروا ولا تفكروا كتير ولا الكلام ده كله، هقولها لكم بطريقة سهلة جدا. عايزاكي تربطي الفرق بينهم بايه، بطريقة عمل الشوربة، سواء شوربة الفراخ او شوربة اللحم. احنا لما بنيجي نعمل الشوربة ولو حطينا عليها البصل الاحمر، اللي بيحصل ان الشوربة بتبقى لونها غامق جدا، وما بيبقاش لونها صافي كده وحلو. وكمان بتبقى غامقة، وكمان بيعمل سواد كده في الحل. لما بنيجي نعمل الشوربة بالبصل الابيض بيبقى لون الشوربة فاتح كده وجميل، وريحتها كمان احلى وطعمها احلى. كده يبقى فهمنا ان البصل الابيض لما نحطه على الاكل اللي هو السخن بيكون البصل الابيض احلى في المأكولات السخنة، تمام. والبصل الاحمر هيكون احلى في المأكولات النية، اللي هو بناكله ني او ان هو بيتحط على السندوتشات زي سندوتشات البرجر اللي هي حلقات البصل ديت، فبيكون البصل الاحمر. وكمان بيكون هو مسكر شوية، البصل الأحمر بيكون نسبة السكر فيه أعلى شوية، تمام. فعشان كده بيكون أحلى في الأكل، بس كده. ولو خدنا بالنا هنلاقي ان معظم المحلات بيكون البصل الاحمر هو اللي مستخدمينه في السلطات، لان بيكون طعم السكر يعني مسكر شويه في الاكل، يعني مش اللي هو السكر العالي، لا ده يعني حلو شويه في الاكل. كده يبقى بسهوله عرفنا ان البصل الابيض للطبخ والمأكولات السخنه، والبصل الاحمر للاكل الني والسلطات. واللي في الصورة قدامنا دوت البصل الفلاحي اللي هو بنجيبه من محافظة الشرقية، بيكون لونه أصفر شوية عن البصل الصعيدي اللي هو بيكون لونه أبيض قوي. لكن هما الاتنين تقريبا بيبقوا نفس الطعم يعني. بس أنا شخصيا بفضل البصل الفلاحي، حتى كخزين برضو بحب البصل الفلاحي أكتر. عايزين بقى نعرف برضو حاجات اساسية لما نيجي نخزن، عشان يعني نتجنب ان ما نخسرش منه كتير، او انه ما يبص منه، او يعني نحفظه لفترة اطول. اهم حاجة ناخد بالنا منها ان احنا ما نحطش البصل في شمس جامدة، يعني عشان البصل ما يسخنش وما يضربش مننا، او ان هو ما يبص بسرعة، لان الشمس بتسخن البصل، فبالتالي سخونة الشمس هتخليه يخسر ويبوظ بسرعة. فالمكان اللي هنخزن فيه البصل لازم يكون مكان جيد التهوية، ويكون ظل، يعني يكون بعيد عن الشمس. ولما نيجي نشتري البصل، بس انا اشتريته بالشكارة على بعضها، فانا لسه هفرزه، هقول لكم طبعا هفرزه ازاي. انه يستحسن ان احنا نجيب البصل اللي هنخزنه يكون البصلاية مقفولة، يكون العلق بتاعها من فوق، يعني تكون البصلاية مقفولة كده من فوق، ما يكونش فيها اللي هي واسعة من فوق، تكون لسه يعني ان هي مقفلتش. يستحسن ان هي تكون بصلاية ناشفة وتكون مقفولة كده من فوق زي كده. فانا طبعا من الشقارة ان انا هفرزه وهشوف وهشيل البصلاية اللي هي ناشفة كده، وان هي العلق بتاعها مقفول كده من فوق خالص، ودي لا عينها ان انا اخزنها. والبصلاية اللي هي التانية اللي هي تكون حس ان هي طرية، او ان العلق بتاعها لسه يعني اخضر شوية، دي هخليها للاستهلاك السريع. يعني البصلاية المقفولة بالشكل دوت دي تمام كده، نخزنها تمام. والبصلاية طبعا العنق بتاعها لسه اخضر واضح، طبعا شايفين يعني شايفينها باينة قوي الفرق بين البصلاية المقفولة والبصلاية الخضرة، لسه واضح الفرق بينهم. كمان لما نيجي نخزن البصل بنخزن البصل الاحجام اللي هي الوسط والصغيرة، ما بنخزنش الاحجام الكبيرة، لان الاحجام الكبيرة بتفضى بسرعة وكمان بتبوظ بسرعة. فالافضل في التخزين الاحجام الصغيرة والوسط.
افضل وقت ان احنا نبدأ نخزن فيه البصل بيكون من نص شهر 5 كده، بنبدأ نخزن فيه البصل. قبل كده يعني احنا بنجيب كميات قليلة للاستهلاك السريع، ما بنخزنش منه عشان بيكون سهل ان هو بيكون ان هو يبوظ بسرعة. فاللي هو عايزينه يقعد معنا فترة طويلة يبقى من نص شهر 5. انا جبت كمية صغيرة شوية من البصل الاحمر اللي هي للسلطات والاكل الني زي ما قلنا، والكمية الاكبر عندي اللي هي من البصل الفلاحي اللي انا بستخدمها في الطبخ. عايزه اقول لكم بقى بالنسبه للاسعار يا جماعه، يعني انا لاحظت ان المحلات، الاسعار في المحلات غاليه جدا عن الاسعار في الاسواق. يعني كسوق جمله الاسعار فيه مختلفه تماما عن اسعار المحلات اللي هي او السوبر ماركت اللي جنب البيت. فيستحسن ان احنا هنجيب كميه كبيره ان احنا نجيبها من سوق جمله، اي سوق جمله قريب من البيت، مش الاسواق الجمله اللي هي الكبيره قوي اللي هي ممكن تكون بعيده عننا. لا، ممكن اي سوق جمله او سوق الاسواق اللي هي بتتعمل كل اسبوع. فالاسعار في السوق بتتراوح بين 6 و7 جنيه في الاسواق، في السوق، اللي هو في السوق الجملة، اللي هو يعني انت تاخدي منه مش اقل من شكارة اللي هي بتبقى 50 كيلو كده، تاخديها بسعر جملة اللي هو 6 و7 جنيه. وطبعا يعني كل واحدة فينا مش هتخزن اقل من 50 كيلو. لكن لو احنا اشترينا من المحلات او الاسواق الصغيرة اللي هي بتبقى جنب البيت كده، ديت الاسعار فيها حوالي 12 جنيه ونص، يعني من 12 جنيه ونص وكمان 13 جنيه لحد 15 جنيه. فطبعا الاوفر لينا ان احنا نروح سوق، اي سوق جملة قريب من البيت. ونصيحة ليكم بقى، يا ريت تلحقوا تشتروا وما تكسلوش، لان احنا فجأة هنلاقي الاسعار بقت عالية جدا ومش هنلحق نخزن. فما تكسلوش وتلحقوا تخزنوا الكمية اللي انتوا عايزينها من دلوقتي.